تشهد عدة أقاليم مغربية خصوصا بجهتي سوس ماسا ومراكش آسفي حالة تعبئة واستنفار واسعة عقب صدور نشرة إنذارية من أعلى مستوى تحذر من تساقطات مطرية قوية قد تتراوح بين 80 و 120 ملم ابتداء من اليوم الجمعة. وفي هذا السياق دعت السلطات المختصة المواطنات والمواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر ومتابعة المستجدات الجوية مع الالتزام الصارم بالإرشادات الوقائية تفاديا لأي مخاطر محتملة، خاصة في ظل الاضطرابات الجوية المرتقبة خلال الأيام المقبلة. وحرصا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية، أعلنت عدد من المديريات الإقليمية عن تعليق الدراسة بشكل مؤقت إلى غاية نهاية الأسبوع في خطوة استباقية تزامنا مع تأثير منخفض جوي أطلسي قوي على عدد من المناطق. من جهتها شددت فعاليات مدنية وجمعوية على أهمية الوعي الجماعي خلال هذه المرحلة، محذرة من الاستهانة بالتنبيهات الرسمية خصوصا في المناطق التي تعاني هشاشة في البنية التحتية، ما قد يضاعف من حجم الخسائر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. كما طرحت دعوات لتوقيف مؤقت لبعض الأنشطة الاقتصادية والعملية إلى جانب المؤسسات التعليمية بهدف تقليص هامش الخطر، خاصة في المناطق الجبلية وذات التضاريس الوعرة، حيث تستمر أنشطة يومية قد تعرض العاملين والسكان للخطر. وفي مشهد يعكس حجم التعبئة، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لجوء السلطات المحلية في بعض مناطق سوس ماسا إلى منابر المساجد من أجل توعية الساكنة بضرورة تقليص التنقل والالتزام بتوجيهات السلامة خلال هذه الفترة الحرجة. وأكد فاعلون مدنيون محليون أن الالتزام بالتوصيات الرسمية يشكل عاملاً حاسماً في تفادي أي سيناريوهات خطيرة، خصوصاً مع توقع تساقطات تتجاوز 100 ملم في بعض المناطق، مشددين على أهمية توسيع دائرة الإجراءات الاحترازية لتشمل قطاعات حيوية من بينها الفلاحة التي تشغل أعداداً كبيرة من اليد العاملة. كما أبرزت هذه الفعاليات ضرورة اعتماد إنذار قبلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل إقليم، سواء من حيث طبيعة الأنشطة أو الوضعية الجغرافية، مع إيلاء اهتمام خاص للعاملين في المناطق الجبلية والرعاة ومستعملي الطرق الوعرة. وفي ظل تسجيل بعض حالات عدم الالتزام بالتوجيهات، جرى التأكيد على الدور المحوري للمجتمع المدني كشريك ميداني قريب من المواطنين، قادر على تعزيز الوعي وضمان نجاعة التدابير الوقائية، خاصة في المناطق التي تعاني ضعفا في البنيات التحتية. وتبقى الدعوة موجهة إلى الجميع بضرورة التعامل بجدية مع هذه الظروف الاستثنائية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات إلى حين عودة الأوضاع الجوية إلى طبيعتها.